افتتاح منفذ جديدة عرعر بين السعودية والعراق بعد 30 سنة من إغلاقه، استثمارات داخل العراق في قطاعات مختلفة خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة. في هذا اليوم السعيد أن ندشن منفذ جديدة عرعر الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية الشقيقة. لكن هذه الخطوة أربكت إيران، فبدأ أتباعها داخل العراق بالهجوم لدرجة خرج نوري المالكي بالتحريض على هذه الاستثمارات، وكالعادة باستخدام الطائفية اللي ما عندهم غيرها بالأساليب الناعمة التي تخترق السيادة العراقية. الاستثمار الزراعي في صحراء السماوة والنجف وكربلاء، من يكون حجم الاستثمار 1,000,000 هكتار، يعني 4 مليارات دونم، يعني أرض عراقية بمساحة 4 مليون دونم قد احتجزت. طبعا الرد جاء من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. الكذبة الثانية الاستعمار السعودي. الكذبة الثانية الاستعمار السعودي. والله العظيم عيب العراقي يقبل استعمار. الاستثمار تحول إلى استعمار، إيجاد فرص لأبنائنا بمئات الآلاف من فرص العمل عن طريق الاستثمار يتحول إلى استعمار. المستثمر يجيب فلوسه ومشكور، المطلوب نوفر له بيئة تحميه مو نبتزه. السعودية اليوم واحدة من أغنى 5 دول بالعالم، تحط استثماراتها بالعراق. أصبح عيب؟ معقول دولة غنية جار العراق أقول لا تستثمر؟ لا، خلي يستثمرون. هذا بلد مفتوح لكل استثمار يخدم العراقي. أي شيء يخدم العراق أهلا وسهلا فيه في العراق، أقول بكل صراحة. هذا الاستثمار اللي راح ينعش الاقتصاد العراقي ويخلق فرص وظيفية للشباب العراقي اللي عانى كثير ويبغى يعيش حياة كريمة في وطنه وينعم بخيرات بلده اللي نهبت من إيران وميليشياتها. نعم، إيران اللي تعاني حالياً من اقتصادها المتدهور واستخدمت خيرات العراق لدرجة نقلت شركاتها ومصانعها الإيرانية في الأراضي العراقية، حتى العاملين فيها إيرانيين فقط، يعني ما في أي تبادل اقتصادي يستفيد منها الطرف العراقي. العراق أصبح ساحة لتفريغ الكثير من السلبيات حقيقة، واليوم البضائع الإيرانية حقيقة أضرت بالمنتج المحلي العراقي، وما يحدث الآن في الاقتصاد العراقي وخصوصا في موضوع توريد البضائع له هو للأسف الشديد موضوع منهج وليس موضوع عفوي. هنا الحكومة العراقية الحالية راحت إلى إيران لتحجيم هذا التدخل اللي يستنزف اقتصاد العراق، وبدأت بمشاريع حقيقية تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي. محاولة تقويض الاقتصاد الإيراني في العراق الذي سيطر بصورة تامة، ونستطيع أن نطلق أن هنالك تبادل تجاري أحادي الجانب ليس جانبين. فذهبت حكومة الكاظمي إلى تقويض هذا الاقتصاد والعمل على العودة إلى التوازن الدولي سياسيا واقتصاديا. وتأكيدا على هذا الموضوع، لما أصبح هناك مجلس تنسيقي سعودي عراقي يحترم سيادة الدولة العراقية ويقدم حزمة من الاستثمارات اللي تصب في مصلحة البلدين، وسيجعل الاقتصاد العراقي ينفتح على العالم بجلب استثمارات يستفيد منها العراق لمصلحة المواطن العراقي. هنا ظهرت الجماعات التابعة لإيران بحملة إعلامية ضد الاستثمارات السعودية العراقية، ليس حبا في العراق بل خوفا على مصلحة إيران على حساب العراق والعراقيين باستخدام الطائفية بهذا الشكل الغريب. احتلال السعودية لصحراء النجف هدفه محاربة الإمام المهدي عليه السلام. لكن في المقابل الشارع العراقي شباب ومثقفين ومسؤولين محتاجين تنمية العراق فعلا بعيدا عن اسطوانة الطائفية اللي دمرت العراق سنوات طويلة. وقد تميزت المملكة العربية السعودية بصراحة بهذا بدليل إنتاج يوصل لنا، يعني نعم. أفضل أنواع الألبان هو تيجي من المملكة العربية السعودية. لا، شنو الاعتراض على هذه الاتفاقية؟ إذا دخلنا بباب الشيعي وسني ومدري شنو نعم. مناكفات نعم. أنا هذا الطريق لا أسولف به ولا أحكي به نعم. لأنه هذا طريق بائس وأدى بنا إلى منزلقات خطيرة نعم. وما راح يوصلنا إلى نتيجة. في النهاية العراق ليس لإيران، العراق وخيرات العراق للعراقيين، ومستقبل العراق سيكون إيجابي من خلال خلق فرص استثمارية
والاستفادة من مكامن القوة في الاقتصاد العراقي. في أمان الله.